اهلا بكم شباب، فيديو جديد من دورة فلاتر. النهارده هنكمل بناء النوتس اب. طبعا المره اللي فاتت كنا انتهينا خلاص من بناء الكاستم اب بار للاديت نود فيو. النهارده بقى المفروض هنبني باقي البادي بتاعنا، وزي ما انت شايف البادي حاجه بسيطه جدا، عباره عن تكست فيلد بس مش اكتر. طبعا وانا عملته قبل كده اصلا، يعني تقريبا كنت عامل تكست فون فيلد، او لا كان اسمه كاستم تكست فون فيلد تقريبا، كاستم تكست فيلد. تمام قوي. وزي ما انت شايف بياخد هنت بس، فتعالى هنا نقول الهنت بتاعنا تايتل، وبعد كده هنا كاستم تكست فيلد تاني هنقوله الهنت هيبقى ايه، هيبقى كونتنت. تمام قوي كده. زي ما انت شايف كده ده المنظر قدامنا. طبعا لسه هنعمل شويه اديت يعني، بس احنا كده خلصنا تقريبا يعني. ممكن نحط سايز بوكس هنا كده، نخليه زي ال50 مثلا، نحطه هنا في المكان ده. ماشي كده، اظن كويس يعني، اظن شبيهه بده. ماشي حلو قوي. دلوقتي فاضل ان احنا نبعد دول عن بعض، فممكن برضو نحط كونست سايز بوكس، كونست كده سايز بوكس. مش لازم نحط كونست اصلا، لان كده كده الكولوم كله اساسا كونست. تمام. فتعالى هنا نحط الهايت بتاعنا يبقى 16، ونشيل الكونست دي. اظن 16 كويس يعني. تعالى كده نقارن. 16 معقول، حلو قوي. دلوقتي فاضل ان احنا نظبط شويه نقط منها، نخلي حجم الكونتنت يبقى اكبر من كده وبس. نبقى كده خلاص خلصنا. وخلي بالك ان النوت المفروض بتعرض فيها القيم الخاصه بالنوت، بس دي هنعملها لما يبقى معانا النوت اصلا. يعني المفروض انت بتنافيجيت للنوت فيو، بيبقى معاك النوت اللي انت بتعدل عليها، اقصد للاديت نوت فيو. المفروض ان انت معاك النوت اللي انت بتعدل عليها، فبالتالي في الهنت هنا بتحط له قيمه النوت او الفاليو بتاعت النوت يعني. فبالتالي هو عارف هو بيعدل ايه. تمام. لو مش عايز خلاص مش هيعدل حاجه. حلو قوي. تعالى دلوقتي بقى عايزين الكاستم تكست فيلد ده هنخليه ياخد ماكس لاينز، وهو بياخد ماكس لاينز اصلا. فتعالى كده نديله كمان الماكس لاينز، هنخليها ب5 مثلا، رقم كبير كده. ماشي كده، اظن خلاص خلصت يعني. كده خلصنا الايديت نود فيو، والموضوع ما خدش مننا حرفيا دقيقه يعني. الموضوع خلص بسرعه جدا، وده لانك كاتب كود بشكل سليم. لما تكتب كود بشكل سليم الدنيا تخلص معاك اسرع. حلو قوي. وطبعا خلي بالك انت بتستخدم الحاجات دي كمان في تطبيقات تانية. يعني انت في اي تطبيق تاني بتروح تاخد التكست فيلد من هنا وتحطه عندك، ويا دوب تعمل شويه الايديتس كده فتجيب الشكل الجديد وخلاص. فحتى انت بتعيد استخدام الحاجات دي اساسا في تطبيقات مختلفه، مش بس التطبيق ده. يعني في بعض الاشخاص بيبني تطبيقين 3 4 كده، وتلاقي بعد كده التطبيقات كلها اللي جايه يا دوب بياخد كومبوننت من هنا ومن هنا ومن هنا ويكون التطبيق الجديد. طبعا في حاجات كتيره قوي بتعملها، لكن الحاجات الصغيره دي بتسهل عليك برضو. تمام. حلو قوي. احنا كده خلصنا اليو اي بالكامل، وده شيء انا بحبه. يعني انا دايما لما باجي اشتغل في اي تطبيق بحب اخلص جزئيه كبيره من اليو اي، وبعد كده اكتب لها اللوجيك على حسب طبعا انا شغال ازاي في التطبيق ده. بس يعني انا بحب اعمل كده، لو في فرصه ان انا اعمل كده فهعمل كده. تمام. ان انا اخلص اليو اي بالمنظر ده كده، وبعد كده ايه، اروح وابني اللوجيك بتاعه. يعني فلنفترض لو العميل دلوقتي قال لي انا عايز اشوف التطبيق وصلت لحد فين، فبسهوله جدا هطلع له نسخه وابعته المنظر ده كده. يعني من غير بيانات ولسه كل حاجه، لكن على الاقل في حاجه ملموسه اهو، هو عارف يتعامل معاها. تمام. ماشي، فكده شيء لطيف جدا. حلو قوي. تعالى بقى كده نعمل ايه، نعمل كومنت للتشينجز، ومثلا نقوله ايه، edit node view UI done، بس كده. ونعمل كومنت، وبعد كده نعمل بوش للتشينجز. ماشي. تعالى نعمل بوش هنا. حلو قوي. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.